السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى لو انت بتحب الفطير بالسكر او الفطير باللبن تحديدا او الفطير باللبن والسكر، تعالي النهاردة مع الفيديو الجميل ده واوريكي جمال وحلاوة الفطير ازاي بتعمليه. بصي جماله عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. طعمه كده كان تحفة، ما تقوليش محلات ولا تقولي بقى حلواني ولا اي كلام من ده. بجد بجد ليه خطوات وتركات سهلة جدا. عايزة اقولك امكانياته مفيش اسهل من كده، وطريقته كمان بسيطة جدا، مش هتتعبي خالص وانت بتعمليه. عايزة اقولك ممكن في نص ساعة هتكوني مخلصاه، يعني بتركات بسيطة جدا. تعالي النهاردة معايا جوه الفيديو نشوف النهاردة هنعمله بخطوات سهلة جدا وبسيطة جدا لو اتبعتي الخطوات. بصي طراوته عاملة ازاي، زي اللي بيتباع بره تماما. عايزة اقولك اطعم، ده حاجة بيتي كمان. ما شاء الله اللهم بارك، التوريق ما شاء الله، وعندك كمان الطعم حكاية تحفة جدا. ويا سلام بقى لو بشوية سمنة بلدي، هقولك على التركات دي كلها جوه الفيديو. يلا قبل ما ندخل بقى كده تعالي شوفي معايا شوية الصور دولت، اللي هم الفيديوهات اللي فاتت، المخبوزات اللي احنا عملناها في الفيديوهات اللي عدت. واتمنى منك دعمك ليا بلايك وشير، ولو مش موجودة عندي نوريني باشتراكك، وربنا يخليكي ليا وما تحرمش من وجودك دايما معايا، ولا من كومنتاتكم الجميلة اللي بشوفها، بجد بتسعدني جدا. ربنا ما يحرمنيش منكم ولا من وجودكم اخواتي وحبايبي. يلا بقى النهارده هنشوف بنص كيلو من الدقيق عشي ولادك احلى فطير بالسكر او فطير باللبن. اللهم بارك، طعمه حلو جدا مغذي قوي لولادك لو هتعملوه لهم وهم بيذاكروا. وطبعا هو تكلفته بره عاليه، فاحنا ليه احنا هنشتريه؟ لا مش هنشتريه جاهز، واحنا معانا نص كيلو دقيق في البيت. خلاص خلصت القصه دي. ومعايا شويه لبن هشربهم لولادي، لا احطيهم على الفطيره كده وهيطلع معاكي احلى فطير في الدنيا ممكن تتخيليه. طبعا مبدئيا كده اول حاجه معايا نص كيلو من الدقيق، الدقيق دوت بتاع المخبوزات. ويا سلام لما انت تبقي عارفه ان الدقيق دوت بيعمل عرق. يعني انت وانت بتشتريه دايما تخلي بالك من نوعيه الدقيق اللي انت هتشتغلي بيها الفطير بالذات. تمام، معايا نص كيلو من الدقيق نزلت عليه بنص معلقه من الملح وكمان كوبايه من الميه. دايما معيار الميه مع الدقيق انا دايما بحط واحده واحده عشان ما بوص العجينه بتاعتي. فدايما انا لما بحط الميه بحط المقدار بتاعها واحده واحده، بحيث ان انا اوصل للنتيجه اللي انا عايزاها مع العجينه. خلاص بوقف. انا هنا المقدار بتاعي خد كوبايه وربع من الميه، حلو الكلام. تمام. اهم حاجه بقى في نوعيه الدقيق، الدقيق اللي يخلي لك العجينه ليها عرق، بس هو دوت اهم شيء. ايه حاجه تانية دي، اول مبدئيا كده، اول حاجه مبدئيا كده بتعمليها لما بتيجي تشتري الدقيق لازم تكوني عارفه ان الدقيق ده بتاع مخبوزات. انا هنا لميت الدقيق بتاعي بالميه عادي خالص، وبعدين سلكت ايديا وسبتها حوالي 3 دقايق كده عشان تديني بقى تطلع ماده اللوجاتين اللي في الدقيق بتاعنا. وبرجع لها تاني وبديها عجنه شويه كمان. هسكت كده؟ لا، انا ريحتها برضه. هنا بقول لك بريحها كمان دقيقه كمان كده، وارجع لها تاني وهاخدها معايا على السطح اللي انا شغاله عليه وهديها عجن. من اهم خطوات نجاح الفطير معاكي انك بتعجنيه كويس جدا. هنا مش هزود زيت ومش هحط اي دهون ولا هحط اي حاجه على العجينه بتاعتي. هعجنها كده، هعجنها كده بس كده، ميه وملح، مفيش اكتر من كده، ولا حاطه 3 معالق زيت ولا معلقه زيت ولا ربع معلقه زيت ولا اي حاجه. تمام. لسه هنشوف بقيه المقادير بتاعتنا في بقيه الفيديو. امسكيها بقى عجنيها كويس جدا كده زي ما انا بعمل. واهم حاجه العجين، انا عايزه اقول لك الخطوه دي او الحركه اللي انا بعملها دي على الرخامه، دي من الحاجات الجميله جدا اللي بتطلع معاكي العجينه ناجحه وممتازه جدا في الفطير. اهم تركايه انك بتعجنيه كويس جدا لمده 10 دقايق او 11 دقيقه. انا سبتها ارتاحت شويه عشان هبدا اقطعها. جبت معايا كده طبق على جنب، هاتي صينيه على جنب اي حاجه عندك وانزلي فيها بشويه زيت كده زي ما حطيت، وابداي قطعي الكور بتاعتك هنا. انا بقى هقطع الكور بتاعتي هنا ازاي؟ هقطعها على قد القطع اللي انا هشتغل عليها. بمعنى انا مثلا هعمل 4 فطيرات، يبقى ال4 فطيرات دولت هيحتاجوا كل فطيره مني هتحتاج 3 كرات. حلو الكلام. بصي انا ببسطها لك. لو انت هتشتغلي على 3 يبقى تجزئي كل فطيره مثلا هتاخد منك 4 مثلا كرات، على حسب ما انت هتحتاجي التوريق. لو عايزه توريق عالي قوي، التوريق بتاعك هتزودي في عدد الكرات بتاعتك دي. تمام. انا هنا عملتهم 12 كوره على اساس ان انا هعمل 4 فطيرات، كل فطيره فيها 3 رقاقات، كل فطيره فيها 3 رقاقات. طبعا قطعتهم ونزلتهم في الزيت كده وقلبتهم في الزيت عشان طبعا ما شاء الله بصي عامله ازاي العجينه بتمط معايا زي الملبن، اللهم بارك. طبعا انا لما حطيتها في الصينيه، الصينيه دي فيها زيت، قلبتهم كده في قلب الزيت وسبتهم لمده نص ساعه عبال ما خلصت حاجات كتيره ورايا ورجعت لهم تاني.
هنا بقى الفرد انا هفرد بالزيت معايا كده ربع كوبايه من الزيت، ويا دوبك بس ايه هعوز ايدي كده يا دوبك اللي هو ادهن ايدي بالزيت وبعد كده افرد بيها. هدهن السطح بتاعي الاول زيت وانزل باول واحده كده وهفردها. الفرد بتاعك ازاي بقى يا قمر؟ هتفردي عادي جدا، هتمشي ايديكي كده، انت مش بتبططي، انت عايزه ايدك زيت او دهنها زيت، ويا دوبك بتمشي ايدك كده على الرغيف زي ما انا بعمل، بمشيها مش ببطط. مشي ايديكي كده لغايه ما تلاقي السطح اللي انت شغاله عليه بيظهر منك من قلب العجينه. يعني ايه؟ يعني وانا بفرد كده خلاص جبت اخر العجينه، لما تلاقي السطح اللي انت شغاله عليه، يعني اللون المفرش اللي انا شغاله عليه ده الاخضر ظهر معايا من تحت كده، خلاص كده يبقى بدات الفطيره بتاعتي او الرقاقه اللي انا هشتغل فيها خلاص كده جابت اخرها. بدهن بعد كده معايا كوبايه من الزبده وركناها على جنب، طبعا مسيحاها يا دوبك بس مسيحاها خالص بس كده، وبفرد كل فطيرة على هذا الوضع. تمام. طيب بعد ما بفرد كل فطيرة كده على النمط ده، بجيب بقى فطيرة اهو زي ما انت شايفة كده وبفردها برضو عادي. تمام، فرد عادي خالص ما فيهوش اي مشكلة. وزي ما فهمتك انت بتدهني ايدك زيت وبتمشي ايدك على الفطيرة كده او على الرقاقة اللي انا هشتغل عليها، الرقاقة اللي هي تعتبر واحدة رقاقة من جوه الفطيرة. تمام. هتفرديها فرد عادي خالص زي ما انت شايفه كده لغايه ما تحسي ان السطح بتاعك من تحت بدأ يظهر والعجينه رقت خالص معاكي. اهو انا ما ورقتش ولا عملت اي حاجه خالص، يا دوبك بفرد بايديا كده، اظن مفيش اسهل من كده. تمام. وبجيب بقى الفطيره اللي انا فردتها قبل كده وطبقتها، تمام، وهحطها جواها. احطها جواها ازاي؟ قبل ما احطها هكون دهنه الفطيره اللي انا شغاله عليها دي الاول اهو. هفردها الاول خالص، انا همشي معاكي واحده واحده الاول كده عشان تبقى العمليه واضحه قدامك، وبكل سهوله هتعمليه وهتلاقيه سهل جدا، عايزه اقولك هتعشقيه وتعمليه كل يوم. جبت الفطيره اللي موجوده اللي انا مطبقاها قبل كده وبديها بقى دهنه من الزبده، عايزه السمنه البلدي يا سلام وحلاوته احلى حاجه. السمنه البلدي بتديله طعم وريحه جميله جدا، ولكن المتاح عندي بعمل بيه انا هنا عملت بزبده صفرة نباتي. تمام. اللهم بارك. بصي بقى بتطبقي تاني واحده، انا طبقت تاني واحده اهو وهحطها على جنب برضو. هروح فردلها الاخيره، افرد اخر رقاقه، لان انا طبعا كل فطيره عندي حاطه لها 3 كرات من الرقاق اللي هم الرقاق اللي انا قطعتهم في البدايه. تمام. افرديها برضو كده فرد عادي خالص، وبعد ما نفردها هروح جايبه الاتنين اللي انا طبقتهم قبل كده ودخلتهم جوه بعض، هحطها في التالتة. تمام. لو عايزه تزودي رقات كتير او عايزه تعلي الفطيره بتاعتك زودي في الرقاق بتاعك عادي جدا. واهم حاجه بقى هنقول على تركات التسويه دلوقتي وازاي تسويه كويس جدا ويطلع معاكي تحفه جدا ومورق من جوه مش معجن. في فطيره بتيجي تسويها بتبصي تلاقيها من بره مستويه لكن من جوه معجنه، والرقاق بتاعها او الرقات بتاعتها ملزقه في بعضها، او اللي هي ايه، مش مفرفره كده او مش منفوشه. لا احنا النهارده هنسويه تسويه حلوه جدا ولا هو معجن ولا اي حاجه. طبعا انا هنا فردت زي ما انت شايفه واديتها دهنه من الزبده، دهنه اهي قدامك ما شاء الله اللهم بارك. عايزه اقول لك تحفه تحفه بجد، يعني انا عايزاكي يا ريت كنتي معايا ودقتي جماله وطعمه. بجد بجد بشكركم على كلامكم الجميل اللي بتدخلوا تكتبوه لي. دي بقى كانت اخر واحده اهي، بصي لفيتها كده خلاص دورتها معايا وهحطها بقى على جنب. انا هشتغل على كده؟ لا لسه هكمل برضو بقيه الرقاق اهوت، انا بوريكي في النهايه في اخر حاجه بعد ما رققت هكمل بقيه الرقاق على كده. كل واحده هشتغل فيها هحط فيها جواها اتنين من اللي انا طبقتهم. يعني اخر واحده اهي انا طبعا مطبقه كذا واحده، فبجيب الاتنين اللي طبقتهم جوه بعض وبدخلها في التالتة وخلاص على كده، بركنها في صينيه كده على جنب. حلو الكلام اهو. اللهم بارك تحفه جدا. والهواء اللي داخلها من كتر ما الرقاقه بتاعتك تبصي تلاقيها رقيقه جدا ما شاء الله. بصي عامله فقاعات كده ما شاء الله تحفه جدا، يعني هي بتبان من شكلها حتى وهي معموله. اوريكي واحده كمان اخر واحده اهي. بصي انا بدهن كده، بدهن الحروف بتاعت الرقاقه بتاعتك. تمام. وبعد كده طبقي عادي جدا، ممكن تقطع منك خفيف بس التقطيع ده بقى ما يكونش موجود من البدايه، لان التقطيع دوت اصلا من البدايه معناه ان انت العجينه بتاعتك مش ناجحه او مثلا انت بتفرديها بطريقه غلط. اهو بصي انا خلصت الكميه بتاعتي الاربعه كلهم هم زي ما انت شايفه وسبتهم يرتاحوا برده نص ساعه. يعني انا سبتهم كده عشان قبل ما ادخل بيهم على التسويه يكونوا اللي ارتاحوا جدا وانا بفردهم في الطاسه بتاعتي. هتبصي تلاقيهم سهل الفرد. انا هنا عندي طاسه سخنه نزلت بس مسحه خفيفه كده من الزبده هنا. تمام. وهنا انا كنت موطيه النار. طب انا بوطي النار في البدايه ليه؟ لغايه لما افرد يعني هي طاسه سخنه
ولغايه ما بس افرد الفطيره بتاعتي بخلي النار على الوسط. طب ليه انا بخليها في الواطي الاول؟ عشان خاطر افرد براحتي الفطيره يعني اعرف افردها، وفي نفس الوقت ما تاخدش الصدمه معايا في الاول ما اعرفش افردها. فانا بفردها الاول كده بالراحه وبعد كده بغطيها، بخلي النار بعد كده على الوسط. اللهم بارك، طريقه تحفه جدا. اهم حاجه اغطيها. طب انت هتقولي لي هنا انت غطيتيها ليه؟ هقول لك لما تغطيها الرقات من جوه هتستوي معاكي، لكن انا لو سبتها مكشوفه كده هتستوي من بره، هتستوي من ناحيتين لكن من جوه هتكون معاكي معجنه ومش مظبوطه. انا عايزه التسويه بتاعت الفطيره بتاعتي من جوه ومن بره ومن فوق وتحت، انا عايزاها كلها مستويه. بصي انا قلبتها على الناحيتين، يعني اهم حاجه انك تقلبيها على الناحيه دي وتغطي، وترجعي تقلبيها على الناحيه دي وتغطي، وبعد كده بتفضلي تقلبي معاكي شويه. التقليب بقى بيكون ازاي؟ زي ما انت شايفه كده بحرك الفطيره يمين وشمال. التحريكه دي بتعمل لها ما شاء الله انتفاخ كده، بتبقى منتفخه وجميله جدا، وتحسي ان هي فعلا بتستوي من جوه جميله جدا. قلبي فيها كده في الطاسه زي ما انت شايفه، قلبي على الناحيه دي وعلى الناحيه دي لغايه ما تاخد اللون الذهبي القمر اللي احنا بنشوفه في الاخر وشفناه في بدايه الفيديو. هنا بغطيها تاني لما بحس ان هي لسه ما ارتفعتش معايا شويه كده، هتروحي مقلبه تاني. بصي هتبدا تاخد اللون الذهبي معانا. انا عايزه اقول لك دي اسهل طريقه ممكن تعمليها للفطير. لو انت واحده بتخافي من شغل الفرن او واحده مش عارفه تفردي، الطريقه دي سهله جدا وبسيطه جدا، وعايزه اقول لك هتعمليها بقلب جامد وانت مطمنه تماما. بصي اللهم بارك، بتطلع في الاخر التوريقه بتاعتها من جوه حلوه جدا، والتسويه بتاعتها حلوه ما شاء الله. اللهم بارك، بصي عامله ازاي، شكلها يفتح النفس بجد ما شاء الله. واول ما طلعت كانت مقرمشه كده وجميله ومن جوه مستويه اهو. بصي هنا برضو وطيت النار ورجعت حطيت الفطيره التانية وفردتها الاول، وبعد ما بفردها اهم حاجه اوطي النار عشان ما تتصدمش معايا وفي الاخر معرفش افردها. طبعا هنا بفردها على قد ما انا عايزاها، وبعد كده بغطيها برضو زي ما انت شايفة، وبرجع تاني اقلبها بعد يعني بعد شوية كده، بعد دقيقة بروح فاتحة الطاسة. وخلي بالك ولازم تكوني واقفة قدامها لغاية لما تستوي معاكي. اللهم بارك، بصي اللون عامل ازاي تحفة. بعد ما تاخد اللون الاصفر ده من الناحيتين بفضل اقلب فيها بقى على الجناب كده زي ما انت شايفة كده، بحركها في الطاسة. بتحسي ان هي بدأت تنتفخ. اللهم بارك، بتبقى تحفة جدا وشكلها روعة روعة روعة. شكلها بجد كان يفتح النفس وريحتها جميله جدا. انا ما بحبش اشكر كتير ولكن يا ريتك كنت معايا دقتي طعمها وشفتي جمالها عامل ازاي. تمام اهو. انا بفردها في الطاسه عادي جدا. ده اسهل فطير ممكن تعمليه لو انت واحده مش متمكنه وموضوع الفطير ده بالنسبه لك لا صعب جدا ولا واشتريه. صدقيني امكانياته سهله جدا في البيت وبسيطه ومش هتكلفك كتير. هو الموضوع كله نص كيلو دقيق وشوية الزبدة اللي احنا فردنا بيهم وشوية الزيت. خلصت على كده. هتعملي احلى فطير بشوية لبن لولادك وهم بيذاكروا، او هتفطري بيه الصبح او هتتعشوا بيه بالليل. بجد روعة جدا وتحفة جدا. اهو بصي الفطيرة عاملة ازاي، بجد هي شكلها بيتكلم عن نفسها. وانا بخبط لك عليها كده بسمعك صوت يعني، بس طبعا انا هنا شايلة الصوت. تخبطي عليها تلاقيها مقرمشة جميلة. اللهم بارك، تحفة جدا ما شاء الله. اللهم بارك. اهو ده شكلها في الاخر بعد ما خلصت من التسوية. تمام. طيب احنا لغايه كده عملنا الفطير. انت قلت لنا ان ده فطير باللبن وبالسكر. ابصي التوريقه من جوه عامله ازاي مستويه. انا بوريها لك بس عشان كانت سخنه مش عارفه امسكها. ما شاء الله اللهم بارك، من جوه التوريقه بتاعتها جميله جدا. هجيب بقى بعد ما خلصت الكميه بتاعتي كلها، تشوفي بقى منظر عندك شويه لبن شويه سكر بودره كده وهرشرش عليهم كده زي ما انت شايفه. دي كانت واحده باللبن عاملاها اللي احنا شفناها في بدايه الفيديو. طبعا ديت رشيت عليها سكر وبعد كده رحت نازله عليها بمعلقتين ثلاثه، كل واحده كده بمعلقتين من جوز الهند لو عندك، ولو عندك شويه مكسرات حطيهم برضو، انا ما كانش موجود عندي. ورشي عليها بقى، حطي عليها اللبن. اللهم بارك، تحفه التحفه. بألف هنا للي كل. أتمنى الفيديو يكون خفيف عليكم وعجبكم، وإن شاء الله تجربوها، وأترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.